بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الواقع أنا ما كنتش عايز أطلع، رغم إن أنا موجود والناس كلها عارفة إن أنا موجود اللي حواليا، وتواصلي مع أسرة المرحوم ضياء العوضي رحمة الله عليه متواصل حتى امبارح، يوميا متواصل مع أسرته، مع زوجته، مع المحامي يكلمني مرة أو مرتين. زوجته شبه يوميا متواصل معاها. رحت قدمت لها واجب العزاء في البيت، عزيت والدته رحمة الله عليه. بس الحقيقة رغم ان الضغوط اللي عليا شديدة قوي، ان انا كنت لازم اطلع من زمان يعني وكده، لكن انا الحقيقة ما كنتش حابب لأسباب كتيرة قوي واحتراما لجلال الموقف يعني. لكن ما يعني الموضوع انتشر بقى رأي عام، فأعتقد انه ده الوقت اللي انا اتكلم فيه، وخاصة بعد اخر مكالمة بيني وبين الدكتورة ميادة امبارح. يعني في الحقيقة لما الموضوع من كام يوم وتحديدا الخميس اللي فات، كلمني الأستاذ مصطفى مجدي محامي الدكتور ضياء، وقال لي يا دكتور زياد الموضوع يعني شكله بيكبر بدأ ياخد اتجاه تاني، فعايزينك تطلع تتكلم تقول حاجة. قلت له يا أستاذ مصطفى، أنا الراجل ده يعز عليا وراجل حبيبي، وأنا يعني مش وقته، وشايف الموضوع يعني يستحق إن احنا نجري ورا المهاترات اللي بتتكلم دي. قال لي خلاص. قلت له لو عايز أنا، لو حضرتك عايز، لأن محدش برضه هيصدقني مهما أتكلم يعني. فقال لي خلاص، أنا في حل إن احنا نطلع نعمل بيان مشترك أنا وأنت وكده ونتكلم، وهرجع للدكتورة ميادة ونرد عليك. فقلت له غير كده أنا مش هقدر أطلع، يعني شوف حاجة معانا مع الدكتورة ميادة وشوفوا هنعمل إيه وتعملوا إيه يعني، وأتمنى إن يكون يعني في يعني رد اعتبار لي يعني، وخاصة أنت عارفيني كويس والدكتورة ميادة عارفاني، وأنت أعتقد الدكتور ده يعني حكي لك عني وكده، فأكيد أنت عارفيني. وانتظرت الحقيقة يعني يطلع منهم بيان او حد يطلع يتكلم، وانا طبعا مقدر كل اللي هو فيه والضغوط اللي عليه. يعني ممكن قوي هو مش عارف برضه الدنيا فيها ايه، يعني ليه عذره، وهو اللي يقدر يرد يعني. لغاية امبارح حصل بيني وبين الدكتورة ميادة اتصل بيا، كان في موضوع يعني كده خاص بالدكتور ضياء. فقلت لها يا دكتورة ميادة، الراجل يعني توفى الله يرحمه واتدفن، والناس بدأت تتكلم بقى وفين الدكتور زياد ومين زياد، فانتوا عارفين مين زياد، والأستاذ مصطفى برضو تواصل معايا وقال لي كذا كذا. فالحقيقة لقيت رد منها غريب أوي بصراحة. قالت لا، اطلع انت رد. قلت لها يا دكتورة ميادة اطلع انا رد؟ انتوا عارفيني، ودي عشرة سنين مع دكتور ضياء ويوميا متواصلين، وانت عارفاني ووالدته عارفاني والأستاذ مصطفى يمكن ما سمع عني. فيعني ما لقيتش من استجابه. قالت لي لا، كل اصحابه طلعوا ردوا يعني، دخلنا في القصه. قلت لها خلاص يا دكتور ميادة، اشكرك وانا مقدر ظروفك وكده، خلاص قفلنا الموضوع على كده. لكن الموضوع ما وقفش يعني، الموضوع برضه ما زال مستمر، وما زال الناس بتتكلم، وما زال الفيديوهات حقيقه يعني ملهاش يعني اي لازمه انها تطلع، وقمه الاساءه وقمه الجهل وقمه العبث. لكن معلش، هي دي السوشيال ميديا، واللي دخل فيها لازم يتحملها، وعشان كده مكنتش حابب اخش فيها، لكن خلاص مضطر اخش فيها. الناس اللي هتسأل مين زياد وايه علاقته بضياء العوضي وفين وراح فين، زي ما قلت لكم قبل كده، زياد موجود والحمد لله كويس وبصحة جيدة وبيتنقل، والناس كل اللي حواليه عارفين مكانه فين وبيتواصلوا معاه، واللي عارفين ان تليفوناته مفتوحة 24 ساعة ومكانه معروف لدى الجميع. وزي ما قلت لكم قبل كده، انا في تواصل مستمر مع أسرة المرحوم ضياء عليه رحمة الله، ومفيش أي انقطاع تماما عن أي حد. طيب ايه مين زياد وايه علاقته بدكتور ضياء؟ سؤال محير للجميع، وسؤال محير الناس كلها، والاشاعات كتيره وبتطلع وبشكل يعني انا بصراحه ما كنتش اتصور ابدا ان ممكن السوشيال ميديا تشيطن الناس بالشكل ده الحقيقه يعني. رحمه الله عليه، هو برضه اتشيطن قبل ما يموت. هنتكلم مع دكتور ضياء كتير
يعني انا علاقتي بيه مش علاقة صداقة، لكن هي علاقة حب واخوة، واللي يعرف معنى الحب يعرف يعني ايه صداقة حقيقية. عايزين تعرفوا مين دكتور زياد؟ انا اقول لكم مين دكتور زياد. دكتور زياد اللي دكتور ضياء كان صاحب فضل عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى، انه شفاه من بدايات مرض السكر من غير ما اشوفه. انا عرفت دكتور ضياء من فيديوهاته، ولما اتعالجت عنده بدأت أشوف يعني أنشر علمه مع الناس اللي حواليا، وأقول لهم روحوا اسمعوا، ما بفرضش على حد حاجة، لكن اسمعوا يا جماعة، والمقتنع بكلامه يبقى يعني طبقه ويشوف عليه النتيجة يعني. والناس الحقيقة يعني معظم الناس اللي هي يعني مش متبحرة في العلم يعني يعني جردت النظرية من مضمونها، يعني مسكوا في نظام الطيبات. هو الحقيقة هو مش نظام طيبات، هي نظرية فلسفية لها ناس مؤمنة بيها، لها ناس مش مؤمنة بيها، وده طبيعي جدا يعني، ربنا سبحانه وتعالى اختلفوا عليه. فيعني شيء طبيعي من الاختلاف، ولكن الاختلاف ما يوصلش للخلاف والصراع. على كل نرجع تاني لموضوعي. زوجتي ربنا يديها الصحة كانت بتعاني من مرض جلدي، وللأسف يعني الواحد بيزعل لما يقعد يتكلم في الكلام الشخصي ده، لكن يلا القدر ساقني لكده وخلاص. بتعاني مرض جلدي تقريبا قعدنا نعالج فيها حوالي يمكن 7 سنين. أكبر دكاترة في مصر رحت لهم، أكبر دكاترة في مصر بتوع جلدية، بكرر تاني اهو، أكبر 3 دكاترة في مصر. رحنا أمريكا، رحنا ألمانيا، رحنا الإمارات، الكويت، أعتقد دولة تانية مش فاكر فين يعني. المهم لفينا الدنيا كلها لغاية هي بقى جالها حالة نفسية، قالت لي مش عارفة أعمل إيه. فقلت لها بصي مفيش غير الراجل ده، أنا طبعا ما كنتش أعرفه شخصيا يعني. قلت لها بصي الراجل ده أنا فاهم بيتكلم إزاي وإيه نظريته، مش نظامه، نظريته الدقيقة اللي بتتكلم على المستوى الخلوي وعلى مستوى علم البايوكيمستري أو الكيمياء الحيوية، ومستوى العلم الفسيولوجي اللي هو علم وظائف الأعضاء، والناس المتخصصين يفهموا الكلام ده كويس يعني. يعني جردنا اللي قاله دكتور ضياء من مضمونه تماما، ومسكنا في سكة أكل وشرب. لا مش أكل وشرب، النظرية بمنتهى البساطة هي علاقة الكبد بالصيام من الآخر كده يعني، بس مش هنتكلم في تفصيل دلوقتي هيبقى لأن فيها هنتكلم بعد كده إن شاء الله لما نشوف الدنيا رايحة فين. قلت له مفيش غير الراجل ده. معلش يا جماعة استحملوني، فيديو طويل شوية بس ايه هيبقى يعني اعتقد ان انا يعني ايه لازم اقول في كل حاجة، ولو في حاجة تانية يعني نقدر نتطرق لها بعدين هنتطرق لها اذا افتكرتها يعني. روح الدكتور ضياء، الراجل ده انا معرفوش يعني، روحي لي رقم عيادته اهو، تعالي انت تتواصل معاه كده، راجل بتاع يعني علاج الم وحاجات زي كده. قلت لها بس انت بس ايه الراجل ده انا فاهم بيشتغل ازاي، مالناش حل. احنا رحنا كل الناس، رحنا كل الدكاتره، رحنا كل الدول، ونفس الكلام، شويه الحقنا على اللي مش عارف ايه، على كي، على يعني حاجات كتيره كده. انت حاولتي ومفيش فايده، فتعالي. وبدا الامور يزيد عندها يعني. فسيتي تعالي مش هخسر حاجه، تعالي روحي للراجل ده احجزي، روحي عنده. حجزت، رحت عنده لوحدها. انا كنت مسافر، ما كنتش معاها يعني، هي سافرت مصر او كانت مصر مش متذكر يعني. راحت له، قعدت لها طبعا، ده نظام معين للغاز الاكل وكده، ولا وقف اي حاجه خالص، ويمشي على النظام ده 2 شهرين ويضرب تعليل تاني. المهم خلاص مشيت على النظام معين بتاع يعني اكل معين وممنوعات معينه وكده، 2 بدأ الدنيا تخف شويه. الشهر الثالث راحت له تاني، لا اعملي كذا اعملي. المهم في الاخر خلال 3 شهور كل اللي فيه جلدها اختفى تماما، وانا ما اعرفش الراجل ده لغايه دلوقتي، انا ما اعرفوش. الكلام ده بيتكلم من 2 سنين تقريبا. فقلت لا فهي بتقول له، هي بتتكلم معاه بتقول له يا دكتور يعني دكتور الله جوزي دكتور. قال لها لا الدكاتره دول انا عدوين. قالت له يا دكتور بيطري. قال لها لا دكتور بيطري برضه يعني ايه، لا يبقى احسن برضه شويه. المهم يعني بيهزر معايا،
الراجل كعادته اللي عارفه كويس، راجل كان دمه خفيف، راجل مرح، راجل طيب. ونتكلم عن شخصيته لان انا الحقيقه يعني عاشرته عن قرب، و الله يرحمه. هنتكلم ان شاء الله بعد كده في الحاجات دي. هتيجي جوزك ده يسلم عليا، فالمهم جيت بقى قابلته، وكان اول مره اقابل الحقيقه. الكلام ده شهر 12 اعتقد 24 انا بتذكر يعني. قالت له ده هو ده جوزي، وقال لها باين عليه انه بيحبني وكده. لا بيهزر كالعاده، ما عرفنيش يعني بس بيجاملني يعني. قلت له بص يا ضياء، انا بعد اللي حصل ده، وطلعنا معاه لايف ساعتها، بس بالمناسبه صح طلعنا معاه لايف انا وزوجتي لايف، وكان لايف حلو الحقيقه يعني، انا كنت سعيد بيه جدا جدا جدا. قلت له يا دكتور ضياء، انا مؤمن بالطريقه بالفكره، لكن التطبيق طبعا هو عنده انا ما اعرفوش يعني، التطبيق على ايه ما اعرفوش، لكن انا مؤمن بالنظريه نفسها الدقيقه اللي هي على المستوى الخلوي، اللي هي نظريه اللي مستند الى علم الفسيولوجي وعلم البايوكيمستري، لان هي دي العلمين دول هم بيستند اليهم او بيبني عليهم كل علوم الطب. انا مؤمن بالكلام ده، وانا شايف فيديوهاتك حلوه وكده، بس احنا الفيديوهات دي لازم توصل للعالم، الناس تسمعها يعني. هنا برضو احنا ما زال في العالم العربي احنا يعني مش هنقدر نوصل، فلازم نعملها بلغات تانية مختلفة، بحيث ان احنا يعني ايه ننشرها يعني. يا دكتور ضياء، انت تحت ايدك، انا ادي لك تحت ايدك او تحت تصرفك مليون جنيه. المليون جنيه دي شوف ازاي تنشر بيها العلم ده. انا رايي ان انت نعملها يترجم للغات مختلفه، شوف حد يترجم الفيديوهات دي. كان كمان من سنتين بقى ما كانش فيه بقى الاي ولا الدبلجه ولا الحاجات دي، لكن يعني قلنا نشوف حد يترجمها له وبعد كده ينقحها وكده يعني. الحقيقه ما كناش عارفين ازاي نعملها يعني. الراجل حقيقه راجل طبعا راجل نزيه، فقال لي حاضر ان شاء الله طبعا، ودي فكره كويسه يا دكتور زياد وبشكرك عليها، وانت اخويا وربنا يعني ينصرنا والكلام اللي انتوا عارفينه ده. فالمهم خلاص يعني، قال لي هشوف الدنيا ازاي يعني نعمل فيها ايه. ودي طبعا كان اول حاجه يعني جميل قوي، حسيتني الراجل ده راجل في حته تانية. كان ممكن قوي يقول لي طيب فين هات وبتاع من ده تعالى وبعت لي، لا، قال لما اشوف حاجه كويسه مناسبه هبقى ايه ارجع لك واكلمك. طبعا علاقتي ما كانتش بالقوه دي قوي يعني. فالمهم سافرت انا بقى وخلاص، والدنيا خدتنا. طب يا دكتور دي اخبار ايه وبتاع، هنعمل ايه في الموضوع بتاعنا؟ قال لي ان شاء الله لسه، ويعني مش عارف بقى، كان مشغول، كان مش عايز، كان مش عارف، هو برضه كان في التكنولوجيا قوي يعني، ما كانش يعني ايه قوي في الموضوع ده يعني، وكان اللي حواليه برضه يعني بيحاولوا، ولكن كان كلها اجتهادات يعني. وبدات بقى ايه يعني، اي حد بيكلمني او حد يشوف حد عنده مشكله مرضيه بقول له والله روح للدكتور ده العوضي. كنت بعمل حاجتين الحقيقه، اي قرايبي هنا في مصر بقول لهم، الناس الاصدقاء اللي في بره بعمل حاجه يمكن اول مره افصح عنها، بس يعني الدكتور ده عرفها يعني، واعتقد الايه اللي عنده في العياده برضه عارفاها، ان انا كنت يعني نيتي اني انشر علمه ده في الدول التانية عند الناس التانية. فكنت الحقيقه بدفع ثمن الكشف بتاع الاونلاين ده بالدولار، وده طبعا يعني ايه زي ما بقول يعني، مش عايز اقول دعم مادي ولكن تقدير، وعايزه يكون احسن ويقدر يتطور ويكون عنده دخل انا ما اعرفش، كنتش عارف دخله قد ايه بصراحه يعني، ما عنديش يعني او ما عنديش اي حاجه فكره خالص عن ذمته الماليه وعنده قد ايه، او اذا كويس ولا غني ولا ايه بالظبط، انا مش عارف يعني. لكن انا كنت بطالب منطلق اللي اقدر اعمله يعني. فكنت بتصل بيه بالعياده بتاعته واحجز لاصدقائي واقول لهم الدكتور ده صديقي وحبيبي وهيعالجكم ببلاش. بيكلم الناس بيكلموه كده، وهو فاكرين ان هو بيعالجهم عشان هو صديقي، وهو فاكر ان هم دافعين فلوس.
انا صحيح ما بحبش اتكلم على الكلام ده، لكن انا عايز بس الناس تعرف يعني هو ايه الدكتور ضياء عند زياد عادل يعني. ف عليه رحمه الله. المهم بدات انا انشر يعني قد ما اقدر هنا اكلم اصدقائي، اكلم حبايبي، لاني بتكلم على فاهم المنظور على مستواي انا. ممكن احد الناس تختلف معايا، تقول لك انت راجل مغيب، انت راجل، لكن والله انا شفته على نفسي وعلى زوجتي وعلى اصدقائي. مش هتكلم في حاجات طبيه دلوقتي عشان مش عايزين نخش في ايه، في سكك تاني يعني، ومش عايزين يعني، كفايه انتقادات وكفايه يعني محاربه من دون داعي يعني. طيب التواصل معاه كان خفيف خالص خالص يعني. قلت له المهم يعني بس كنا الحمد لله يعني كل شويه تاني بكلمه وكلمني وكده لغايه لما جاء موضوع مشكلته مع النقابه او التحقيقات ومش عارف ايه وبتاع. فقلت له دكتور يعني انا يعني شايف ان انت ايه يعني، ده ابتدي ادور على فرصه تانية يعني احتياطي يعني وكده. وبعت له يعني دعوه او الفيزا يعني فيزا سياحيه. وبرضه هو الراجل ما كانش عايز يسيب مصر بصراحه يعني. هيقول الراجل كان يمكن هو قال للدكتور ميادة وهي قالت الكلام ده، هو قال انا قلت له لما هي بتقول له نفسها روح، قال لا انا يعني اعيش في بلدي واموت في بلدي يعني. لكن الاقدار والمجريات يعني واحد ملوش تحكم فيها يعني. المهم معلش سامحوني يا جماعه، الموضوع كبير او طويل يعني، يعني بحاول اجمع نقاط كتيره يعني، بمشي بحاول على قد ما اقدر استرسل الكلام. يا دكتور ضياء طيب طب خلاص الفيزا الاولانيه طبعا ليها مده انتهت خلاص. بدا الموضوع طبعا ده كان من الاول خالص يعني. فقلت له يا دكتور اعمل لك فيزا تانية ولا ايه؟ قال لي ماشي طيب. شكلها كده بدات ايه تقفل. عملت له الفيزا وجه قبل ما يجي طبعا كان الموضوع النقابه ما كانش لسه الشطب موجود يعني، كان لسه هو اتشطب، هو طلعوا قرار الشطب وهو في الامارات. بس هو كان حاسس، هو كان قال لي انا يعني شكلها كده ايه يعني مش هتعدي على خير يعني. وكان بيحكي لي بقى تفاصيل كتيره في المواضيع اللي زي كده. المهم جه الدكتور ضياء الامارات. برضه بقول لكم يا جماعه ما كنتش حابب اقول الكلام ده، لكن انا مضطر للاسف يعني، لانه يعني محدش طلع يرد عني، فانا مضطر ارد واوضح الحقائق يعني. جه الدكتور ضياء يوم 26 فبراير. الحرب قامت، كان قاعد في فندق طبعا. الحرب قامت بعد بيومين اعتقد، يوم 28 كان الحجز بتاعه لغايه يوم 2. طبعا ما كناش، طبعا اتلغى وخلاص الدنيا وقفت خالص، فطبعا ما كانش بينفع ان انا يعني هو كمل في الفندق. فالمهم شفت له بيت جنبي، والصدفه يعني الجميله انه السكن بتاعه يعني كان في الشقه في نفس العماره يعني. سبحان الله يعني، ما ربنا مش عايز يسيبه لوحده، عايز يخلي له اهل في نفس المكان يعني. والحقيقه كان راجل معانا يعني، كان واحد من البيت. ما حبيتش او كنت عايز دايما احس انه مش عايز يحس انه لوحده. كنا انا واهلي واصدقائي حواليه، وكنا بننزل كل يوم ونروح ونقابل الناس ونتكلم مع الناس، والناس اللي يعرفني ودبي عارف ان هذا الكلام كويس. كنا يوميا بننزل نقعد مع الناس ويشرح لهم الكلام بيقوله، والناس مبسوطه منه، واللي معترض معاه بيعترض معاه، ويعني كان نقاش يعني كان لذيذ. هو كان راجل يعني عنده روح الفكاهه وذكي ما شاء الله عليه رحمه الله عليه. المهم يا دكتور ضياء ايه يبقى نعمل ايه؟ وقال لي والله بص انا يعني مش عارف اعمل ايه والله، لكن شكلها كده يعني سبحان الله. هو طلع قال الكلام ده يعني، شكلها كده ان انا ايه، شكلي كده ايه مش يعني ايه اقعد بقى. دكتور زياد شوف هنعمل ايه. قلت له تعالى نعمل نكتب يعني. طبعا الامارات فاتحه ايديها لاي حد عايز ينجح، اي حد عايز ياكل عيش ويسترزق بالحلال وبنظافه وبنزاهه.
البلد ما تأثرش مع حد. أشهد الله إنه هذا البلد يعني فاتح دراعاته لكل الناس المحترمة. المهم طيب نعمل ايه؟ بدأنا ناخد يعني اجراءات ان احنا نعمل له شركة او مكتب فيه في الامارات، يعني بعض النشاطات اللي ممكن هو يمارسها زي نشاط اللي هي صحة الأسرة وكده، بعيدا عن الأدوية والطب والحاجات دي، يعني حاجات ليها خاصة باللايف ستايل بتاع التغذية وكده. وفعلا طبعا الكلام ده ما حدش يعرفه، يمكن الله اعلم اسرته تعرفه، لكن ما حدش يعرف التفاصيل دي قوي يعني. الحمد لله ربنا كرمنا. خلاص هو كده. في الفيديو اللي قاله الدكتور زياد بينقلني من مكان، طبعا هم كانوا 4 ايام، يعني هو الحرب قامت يوم 28 وهو جاء عندي البيت يوم 2. يعني هو يعني الراجل بيقول الفيديو اتعمل يوم 2 مارس. يعني هما يومين. فالراجل يعني بيتكلم مع الناس المتابعين، يقول يا جماعه والصواريخ والدكتور زياد نقل لي مكان لمكان، يبقى عايز يقول الراجل الدكتور زياد ده، معلش يا جماعه التليفون التاني كان بيرن. الدكتور زياد ده يعني بيخاف على الصواريخ. يعني هو راجل طلع من الفندق التاني يوم 2 والفيديو اتعمل، يعني قعد 4 ايام في الفندق. يعني طب انا هنقله ازاي من مكان لمكان يعني في 4 ايام يعني؟ وبعدين انتوا اللي عارف الامارات، عارف دبي، مفيش كلام من ده، كل حاجه ماشيه يعني بنظام وحوكمه، يعني الدنيا مش سايبه، يعني مش بياخد حد كده يوديه ويجيبه كده، لا مفيش كلام من ده. المهم يعني فكان بيقول بيضحك مع الناس يعني من الصواريخ، وبيخلي مكان لمكان لغايه ما بيخلي فندق، بيحاول يعني يقول لهم قد ايه زياد خايف عليا، يعني بيوصل دي رساله بيوصلها. لكن طبعا اتبنى على الفيديو ده طبعا قصص كبيره. ويعني انا مش عارف صراحه الناس يعني ليه ما بترجعش الاصل. والفيديو اختفى، ما اعرفش اختفى ليه بصراحه، يعني بيقولوا اختفى، انا ما اعرفش اختفاش. لكن الناس اللي متابعه دكتور ضياء اكيد عندها تاريخ الفيديو وعندها. والراجل اللي كان قاعد معاه ساعتها كان معانا ضيف تاني برضو من احد المرضى، الدكتور ضياء المتابعينه يعني عنده هذه المعلومه برضو، يعني عارف التاريخ. فالمهم يعني ما بين يوم 26 ويوم 2 لما نقل عندي للفيديو ده، هم كلهم 4 ايام. فوديه فين؟ بس الراجل كان بيهزر، وهزاره ده بعد طبعا عشان اللي حصل طبعا اتفهم وتفسر وحاجات كتيره جدا. طيب جه الدكتور ضياء، طبعا الراجل يعني انقطعت بيه السبل، يعني الراجل ده مش عارفين يعني هنعمل ايه وكده، والراجل جاي عامل حسابه على 4 ايام بس وراجع. طب والحرب قامت. طيب اول حاجه عملتها، وانا اسف اقول الكلام ده لكن مضطر، الدكتور ضياء عنده كذا بيت، كان فاتح بيوت، عنده اولاد وعنده زوجات وعنده امه. انا معرفش يعني بيدير الحياه دي ازاي، لكن انا يعني من منطلق ان انا راجل يعني زي ما بيقولوا يعني بفهمها كده من وهي طايره، يعني قلت لازم او انا راجع في راجل اكيد مش عامل حسابه على المبالغ دي. اول حاجه عملتها حولت له $5000 لحسابه الشخصي من غير ما اقول له طبعا. وبعد كده قلت له دكتور ضياء على فكره حصل كذا كذا. قال لي يا دكتور زياد ليه ومش ليه؟ قلت له طب معلش ظروف فين؟ ظروف ايه؟ الراجل حقيقه. فبدات الحقيقه اكلمه على يعني شويه على طب يا دكتور ده انت ظروفك الماديه وهنعمل ايه وكده. فالحاجه الراجل حتى وصلنا ان هو الراجل طبعا قطع بيه السبل. وعلى فكره كويس اني افتكرت اثناء المشكله اللي حصلت في بتاعت النقابه يمكن ناس كتير ما اعرفش كده حد عارف الموضوع لا من اهله يعني، لكن انا بعت ايميل استغاثه لرئاسه الجمهوريه انها تبص في موضوع ايا كان صح ولا غلط. الكلام ده كان 9 فبراير. مين بقى من المتابعين بتوعه عمل استغاثه لرئاسه الجمهوريه عشان ينظروا في موضوع قصه وقضيته او مشكلته او نظريته او فكرته رئاسه الجمهوريه. طيب نرجع تاني لموضوعنا. خلاص بدأنا بقى ناخد إجراءات الشركة ونعمل الشركة.
بيني وبينه تواصل بقى، ورايح جاي، واللوجو والختم والجواب، والمهم ايه في الاخر ربنا كرمنا الحمد لله، وطلعنا الرخصة التجارية. مش عارف اذا كنتوا شايفينها ولا لا الاسم، قررت انا اسم الشركة، الرخصة التجارية اسم الشركة دكتور ضياء العوضي لاستشارات الصحة الأسرية، شركة ذات مسؤولية محدودة. المديرون ضياء الدين شلبي محمد العربي. الحمد لله كنت في قمة السعادة أنا وهو طبعا. وآدي بطاقة يعني بطاقة الترخيص برضو، الناس عارفة، الناس عايشة ما تعرف الكلام ده. دكتور ضياء العوضي استشارات الصحة الأسرية ذات مسؤولية محدودة. تاني مش عارف احاول اظهرها، مش عارف حتى الختم بتاع شركته انا اللي عملته. الليتر هيد انا اللي عاملها له طبعا بالتنسيق معاه، وبنراعي كلام جاي ونختار ونعمل كل الكلام ده مثبت عندي على الواتسابات طبعا انا اللي بعرفش الموضوع برضه. انا سبت دكتور ضياء يعني قعدت مع دكتور حوالي اسبوعين في الامارات، وبعدين سافرت عشان اقضي الجزء الباقي من رمضان، واقضي العيد، اكمل العيد في مصر مع اولادي يعني يعني اجازه بتاعت العيد. فانا ما قعدتش مع الدكتوره طول الوقت عشان الناس تقول لك سبته ورحت ليه. لا ما سبتش ورحت ولا حاجه، او جبته ورحت والكلام ده. لا انا سبته ما سبتش ولا حاجه. انا الدكتور ده قعد معايا حوالي اسبوعين، انا قعدت معاه اسبوعين ونزلت طبيعي انه واحد ينزل يعني. هو كان الراجل طبعا كان بيخلص اجراءاته في اجراءات شركته وكده، فما كانش ينفع انه ينزل تاني يعني عشان يعمل فيزا وكده. وده اللوجو اللي استقرينا عليه. طيب بس كده؟ لا مش بس كده. دكتور ضياء طبعا ما كانش عنده يعني فكره قوي في التكنولوجيا وكده، فانا كنت بحاول يعني عايز اساعده قد ما اقدر يعني لوجه الله، وراجل انا بحبه واحاول نشوف يعني. انا كان عندي قناعه ان هو يعني ممكن يضيف حاجه يعني، او فكرته توصل يعني. قلت له ضياء احنا لازم نعمل لك ويب سايت، وعملت له بفضل الله تعالى ويب سايت عربي وانجليزي. ادخلوا على صفحته www.drdialعوضي.com. كانش موجود قبل كده عنده موقع زي كده. الموقع ده حط عليه الفلسفه بتاعته اللي عايز يبتدي بيها شغل يعني، ان هو العلاج يقاد دكتور ضياء العوضي بيانا ثوريا من 10 نقاط حول جسم الانسان والحقيقه البيولوجيه للصيام. بيتكلم كلام بيولوجي علم، والناس اللي تبص عليه وتشوفه. وبعدين طبعا عشان هو طبعا يعني سهل علم مهم شويه، فعملت له على الويب سايت بتاعه حجز مواعيد عشان الناس تخش على طول. كل الكلام ده على فكره يعرفوا الناس اللي حوالين الدكتور ضياء العوضي، وانا كنت متواصل معاهم، وبعت الفيديو، بعت الصفحه بتاعت الويب سايت ده للدكتوره مياده عشان تبص عليه، وبعتت لي شكرتني وقال لي انت ربنا بعتك لينا ومش عارف ايه يعني. المهم الحمد لله ربنا كرمنا، وعملنا الموقع، وعملنا لينك المواعيد اللي هو الالكتروني، لانه طبعا ده كان يسهل كتير جدا جدا الناس تخش تعمل على طول، لانه كان بيعاني في الموضوع ده صراحه. كان كل مواعيده بالتليفون ومش عارف ايه، والصبح وليل، والراجل يعني ما كانش عارف ينسق. فانا بحاول انسق له حياته اللي يبتدي بيها، بحاول احطه على اول طريق. هو حر بقى بعد كده بقى يعني، الناس بقى ينجح ما ينجحش، لكن الراجل كان هو راجل في الاخر هو يعني له ما له وعليه ما عليه زي ما بيقولوا يعني. طيب نشوف بقى ايه تاني. نيجي لموضوع الحاله الماديه بتاعت الدكتور. يعني مش عايز يعني، هو راجل انا لما انا مش عايز يعني ما اعرفهاش بالظبط، لكن كنت حاسس انه يعني محتاج يعني ماديا ما كانش خلاص يعني، باب رزقه اللي في مصر اتقفل.
فكان فعلا كان دي حاجه اكتر حاجه مضايقاه يعني، لكن كنا بنحاول نشوف حلول يعني. احد الحاجات انه يعني كان هو ليه صفحه على اليوتيوب، ويعني مش عارف يعني، وليه فلوس على اليوتيوب، عند فلوس عند اليوتيوب حوالي مش عارف 120,000 ولا 100 حاجه، ولا مبلغ صغير يعني كده يعني لكن قال لي انا لازم المبلغ ده انا عايزه وكده، شوف لي حد يرجع لي الباسورد ومش عارف ايه. حاولنا الحقيقه كده ما عرفناش يعني، الموضوع وقف، ما عرفناش نعمل حاجه في الموضوع ده. وكان ليه اعتقد بدأ يتكلم ليه، اعتقد قال لي برضه ليه مش عارف مبلغ من المال، كنت دخلت مشروع مع واحد وعايز فلوسي بقى بطالبه بيها دلوقتي ومش عارف ايه. ولا الاستاذ مصطفى على فكره عارف الموضوع ده كويس يعني، موضوع الموضوع الشركه بتاع او الشريك معاه ده، او المشروع اللي كان بيعمله ده، مشروع وخلص يعني، مش مشروع كبير يعني، كان مشروع صغير وخلص، بس كان لسه ما خدش فلوس بقى. واحد قدامي كده يا جماعه يعني بيحاول يدور على اي حاجه، وكان راجل نزيه ومحترم وراقي يعني، ابعد ما يكون عن الماده. هذا الرجل ابعد ما يكون عن الماده، الله يرحمه الله يرحمه. كان همه يوصل علمه فقط لا غير، كان نفسه حد يسمعه فقط لا غير. ايه تاني عملته انا مع دكتور ضياء يعني، عشان يعني قناعتي بيه وحبي ليه. يمكن ما اعتقدش حد عمل ترجمه لنظامه وحطه على النت على موقع كوره، ما اعتقدش حد عمله. موقع كوره الناس كلها عارفاه يعني، موقع الناس بتسال فيه وتجاوب وكده. انا ترجمته من حوالي سنه وحطيته على النت يعني. انا بحاول اقرا بعض النقط اللي انا كنت كاتبها عشان ما انساش حاجه. اعتقد يعني هي دي بعض الحاجات. في حاجات تانية طبعا الواحد مش دماغه مش جايبه كل حاجه، لكن في الاخر انا كنت بحاول اعوضه عن يعني، بحاول اساعده، بحاول يعني اقف على رجله بصراحه يعني، حاول يقف على رجله وهو يكمل يعني. اخطا ولا اصاب دي يعني، احنا في قانون وفي قواعد، هو اكيد هيكون عارفها اكتر مني ويعمل حسابه عليها اكتر مني. لكن انا بتكلم من وجهه نظر ان انا مقتنع بالفكره، وممكن تكون غلط، حد يطلع يقول له غلط، لكن للاسف ما حدش طلع قال له انت غلط. محدش طلع قال له انت غلط، مش انت غلط في الطب، لا، مش انت غلط في النظريه بتاعت علاقه الكبد بالصيام والفسيولوجي والبايوكيمستري. محدش قال له الكلام ده خالص، محدش طلع لغايه دلوقتي على فكره، كله طالع ينظر بس، يتكلم وخلاص. مفيش عالم من العلماء طلع يتكلم ويفند. وعلى فكره انا يوم 28/3 يعني عملت بوست يعني دعمه برضو طويل، وكان اسمه اعتقد انتم تلاحقون ظل ضياء العوضي. فممكن تبصوا عليه، موجود على النت يعني، وممكن او على اعتقد على بعض الصفحات، فممكن ترجعوا له برضو وشوفوا انا كنت كاتب ايه. اعتقد كده يعني. انا قلت يعني عرفته بن زياد نيجي بقى الموضوع. سبته ليه يا زياد، وطبعا انت شفتوا كل حاجه، شفتوا كل الورق اللي انا قد ايه ان انا كنت بحاول ان انا اساعده وادعمه عشان يبقى يتفتح له باب رزق تاني في دوله فيها امن وامان وتقدم. وزي ما شفتوا انا الشركه بتاعته اتعملت في خلال ايام يعني ما شاء الله. كان سهل الحمد لله، والدنيا كانت تمام، وكان باقي بس على بعض الاجراءات التانية اللي هي الاقامه وكده. بمناسبه الاقامه كان في بعض الحاجات اللي ما خلصتش. شهاداته العلميه ما كانتش متوثقه، ما كانتش انا رحت جبتها من الجامعه بتاعته، الدكتوره ميادة خدتها وثقتها، والفيش تشبيه والدته نزلت مع السواق بتاعي وراحت تعملها، بس للاسف انا ما بعرفش تعملها لان هو مش موجود في البلد يعني. هو يعني هو سبحان الله يعني كانت ماشيه الدنيا، لكن هي القدر. ولا تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.
هم سافرت انا وبقى تواصل معايا مستمر، ويوميا طبعا، مش عايز اقول لوحده طبعا. بالمناسبة انا هسمعكم فيديو، طبعا احد الفيديوهات يعني، بس هروح اجيب الموبايل ثانية واحدة. معلش يا جماعة، الخط بدل ما اعمل بوز قفلت يعني بدل ما قفلت الفيديو، فده فيديو تاني استكمال الفيديو الاولاني يعني. نسمع كده مع بعض احد رسائل دكتور ضياء. دكتور زياد، انا يا باشا مش عارف، بص انت عمال تعمل معايا حاجات، والنبي يا باشا انا مش عارف اقول لك ايه، بس بص، على العموم الفلوس دي اللي كنت عايز اغيرها منك، ماشي؟ لان انت كده، بص انت اللي بتعمله ده، انا كنت اصلا نازل الصرافه على الواد اسمه ايه ده، الولد بتاع عجمان، والولد اسمه التاني بتاع الواد الصيدلي اللي هو جالي امبارح ده، اللي اسمه محمد صاحب الولد التاني. الناس دي يا باشا لزقت لي، فاهم؟ فيعني ما تشغلش بالك بيا بقى اصلا. يعني الناس دي بتاع البودكاست ده، الواد اسمه طارق ده برضه يا باشا، الناس دي لزقت لي خلاص، فهم دول بقى انا هشغلهم بقى خلاص. ده يوديني، ده يجيبني، ده يعمل لي، تشغلش بالك بيا يعني يا باشا، فاهم قصدي؟ هو النبي الله يخليك، الله يخليك. انا بص، عارف انت بتحبني قد ايه، واقسم بالله انا اعتقد ان حب ليك دلوقتي، مش دلوقتي، انا من يوم ما جيت هنا حب ليك بقى اكتر من حبك ليا، بس انا مش عارف اعبر عنه، ولا يعني يمكن انا ضعيف شويه في التعبير عن مشاعري، يعني ما بعرفش ولا ايه، مش واصل لك، مش عارف. فانا بقى هقدر اتكلم كده اكسبليسيت، يعني انا بحبك، وعايز اقول لك على حاجه، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ان انا ما حسيت بالغربه من يوم ما جيت غير النهارده، بس اقسم بالله ده بعد ما انا سافرت والله العظيم الامارات، ان انت يعني اما بشوفك كنت بهدى، اما كنت بحضنك كنت بهدى، وبحس بحب وحنان انا ما حسيتوش في حضن حد، اقسم بالله العظيم ورب الكعبه، ولا عمري في حياتي حسيت ان انا محتاج لطبطبه وحضن زي حضنك، اقسم بالله العظيم. ربنا ما يحرمني منك، وما يورينيش فيك شيء مكروه ابدا ابدا، وما يفرقناش ابدا ابدا عن بعض يا باشا، يا رب يا رب يا دكتور زياد، وربنا يطمني عليك وعلى عيالك وعلى اهلك، وما تشوفش فيهم مكروه، ويعينك عليهم ويهديهم ليك، ويخليهم طوع امرك ان شاء الله، لان انت راجل حكيم، وانا احسبك عند الله خير ان شاء الله. ان البطاطس الثانيه احلى من الاولانيه 1000 مره. يعني حاجات تانية بنتكلم فيها بقى، مش يعني بعد، مش وقتها دلوقتي. طيب، رسالة يعني أخيرة، أو يعني رسالة لبعض الناس. أول حاجة الأسرة طبعا، البقاء لله، رحمة الله دكتور ضياء العوضي، وربنا يصبركم، والدته وزوجته ومحبيه وأسرته. رسالة للمحبين ومتابعيه، رحمة الله عليه، له ما له وعليه ما عليه، وانتم متابعينه وعارفينه، وعارفين يعني اللي متابعه وعارفه كويس، واللي بيتابع فيديوهاته في نص الليل ده كان اكيد راجل او ست يعني مقتنع، او عايز يعرف حاجه، والراجل يعني بيتكلم مجتهد، الراجل اجتهد. اللي منتقديه والمتهكمين عليه، يعني الراجل يعني افضل الى ما قدم، فخلاص كفايه يعني لحد كده، وربنا ان شاء الله يرحمه برحمته، ويجعل اللي عمله واجتهاده ده في ميزان حسناته، وكفايه. اللي ما تعرفوش ما تتكلموش. الناس اللي ما تعرفوش خالص، رساله ليهم برضو، اسمعوا نظريته، او اسمعوا اللي بيقوله، وخدوا اللي انتوا عايزينه بس منه. بلاش سيبكم من الحاجات الشخصيه دي، كان الكلام ده قلته قبل كده، بلاش نتكلم في حاجات شخصيه، ما يهمناش حاجات شخصيه. العلم بتاعه ينفع ما ينفعش، اسمعوا وشوفوا. المتخصصين مش الاطباء، انا كان متخصصين يعني الناس العلماء هم اللي يفندوا الكلام ده. ما يجيش كده دكتور عنده عياده يطلب دكتور ده صح ولا غلط، لا. العلم الطب بدأ من ناس برضو زي دكتور ضياء كده برضو،
عادي يعني، مش لازم يكونوا يعني ليهم شأننا ورانا يعني، لا. فبقول للعلماء اللي هم متخصصين يا جماعة فندوا النظرية ومحصوها كويس واسمعوها من بدايتها. بلاش نبقى سطحيين أوي نتكلم عن نظام أكل وشرب وسجاير وكلام يعني. ما ليه كده؟ ليه بتوصلوا؟ ليه بتعملوا كده؟ ما تشوفوا العلم ماشي ازاي يعني. الرسالة بقى للناس اللي هي بقى يعني ايه، اللي طلعت فيديوهات عليا واتكلمت وقالت، مش عايز اقول لهم انتوا ما تربيتوش، لا، انا عايز اقول لها انت ما تمرش فيك التربيه، لان مش عايز اظلم امك وابوك. مش عايز اقول له انت جاهل او جاهله، لا، هقول له انت ما تمرش فيك التعليم. مش عايز اقول له انت ما عندكش دين، لا، عايز الله، لكن هقول له انت ما تمرش فيك الدروس الدينيه والحلقات العلميه والمساجد اللي كنت بتروحها وتسمع فيها حاجات كويسه. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ولو كان في حديث يعني لو في بقية أنا بتكلم فيها إن شاء الله عن الدكتور ضياء، خلاص نقفل الصفحة بقى بتاعت الحاجات دي ونتكلم عن الراجل ونتكلم عن نظريته ونتكلم في العلم شوية، نختلف ولكن بأدب واحترام. السلام عليكم.